السيد العانس إبراهيم حساوي. تمثيل ريبر أحمد، رودر أحمد. الشخصيات: سيد نجا الأحذية، ابن القبو، ابن القمل، الأرملة العوراء، السيد العانس. أكاد أقسم إن هذا العالم قد أوشك على النهاية. سيول، فيضانات، صعود، بروق، كل شيء يشير إلى ذلك. تبا لهذه المدينة الخرقاء، إنها مدينة مشؤومة حقا، كل شيء فيها يبعث على التعاسة. كلاب جائعة، خفافيش هرمة، جرذان غبية، قطط غبية، أطفال مشوهون، رجال شبه موتى، نساء قبيحات الشكل. تبا لذلك، إلا إنهن ممتعات حقا. الأرملة العوراء، صحيح إنها عوراء، إلا إنها في الفراش تنقلب إلى حوتة. حوتة تريد أن تبتلع ماء البحر بصخره وملحه. كفاك نوما أيها الجرد المشوه، يا له من خادم يثير البصاق في فمي. تبا له، ما زال المتجر وسخا مثل وجهه. يا لكسله ويا لإهماله، كم يستحق الحرمان ويستحق العذاب. هيه أنت أيها الخادم الكسول، أيها اللقيط يا ابن القب، هيا اصعد إلى هنا حالا. تبا لك ولهذا القبو المظلم، وتبا لقطك العجوز، هيا اصعد حالا. أرجو المعذرة يا سيدي، لم أستطع النوم حتى ساعة متأخرة من الليل. ساعة متأخرة من الليل؟ أجل سيدي. خادم معتوه مثلك مع قط هرم في قو حقير، كيف له أن يسهر لساعة متأخرة؟ القط يا سيدي. ما به؟ إنه لا يموء يا سيدي منذ 16 يوما ونصف اليوم، وهو على هذه الحالة لا يموء. في بداية الأمر يا سيدي اعتقدت أنه يتظاهر بالغموض، وفيما بعد ظننت أنه يلعب معي لعبة الصمت، ولكن المواء لا علاقة له بالصمت يا سيدي. لقد خيل لي أنه حرك رجله اليسرى، وكيف لا يحركها ولم يتجاوز 90 بعد؟ لا لم يخيل لي، بل أنا شبه متأكد أنه حرك رجله اليسرى منذ 4 أيام. وبينما كنت مستغرقا في النوم سمعت صوت مواء، فعرفت أنه يستغل فترة نومي ويأخذ حاجته من المواء، وبهذا يجعلني أعيش بدوامة. هكذا اعتقدت، لكني فيما بعد تظاهرت بالنوم أكثر من مرة، فتأكدت من أنه لا يموت. ربما شعر بأني لست نائما فلم يموت، لكنه حرك رجله اليسرى. نعم حركها، ومنذ أيام. تبا لك وريقتك الهرم، لماذا لم تعد تهتم بواجباتك أيها الخادم الرديء؟ هيا تعال وقف هنا. أقسم إني سأطردك إذا تكرر هذا الإهمال، وسأحرمك من وجبة غذاء هذا اليوم، وسأحرمك من رؤية ابن القمل هذا اليوم، بل هذا الأسبوع، وسأجعل سيدته العانس تطرده هو أيضا. إنكما وجهان لحذاء واحد. هيا قم بإنزال الأحذية من على رفوفها، وامسحها جيدا قبل أن يبدأ بقدوم الزبائن. ثم تبا لزبائن هذه المدينة، إنهم معتوهون وأشفاه موتى. هيا اسرع، عليك أن تنهي قبل مجيء الأرملة العوراء. هيا اسرع أكثر. القط لا يموء منذ 16 يوما ونصف اليوم. القط لا يموء. لا شك إنها ستأتي. بقي لديها ولدان ما زال حافيي قدمين. ولد واحد يا سيدي. ماذا؟ ولد واحد بلا حذاء. كيف هذا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نعم 9 أولاد. وهل تذكر العاصفة الثلجية؟
لم أشعر بها. كنت أنا والقط مستغرقين بالنوم. كان الدفء يملأ القبو. منذ فترة أعطيتها 5 أزواج، بقي لديها 4 أولاد بلا أحذية. 1 2 3 4، وبعد ذلك جاءت وأعطيتها 2 من الأحذية، وهكذا يكون قد بقى 2 من أولادها بلا أحذية، وليس 1 أيها الغبي. 1 منهم كسيح يا سيدي، كسيح لا يحتاج إلى حذاء. ومن قال لك ذلك؟ هي قالت لك ذلك حينما كنتما معا في الغرفة. صوتها كان عاليا تسلل من ثقب باب غرفتك هذه إلى صمت القبو وظلمته. وهل سمعت كل شيء؟ لا يا سيدي، كنت مستغرقا بالنوم. وكيف سمعت إذن؟ القط يا سيدي أيقظني حين كانت تقول لك أن أحد أولادها كسيح. كانت تقولها بفرح ونشوة. لبعض الكلمات منقار يشبه منقار نقال الخشب. منقار يستطيع أن... كفى هي امسح الأحذية جيدا، واختر حذاء لابنها ليكن حذاء جيدا، إنها تستحق ذلك. ما بك يا سيدي؟ هناك فردة حذاء نسائية مفقودة كعادتك أيها المعتوه. إنك تمطرني دهشة. ماذا تفعل بفردة حذاء نسائية في دهاليز قبو مظلم كظلمة ماضيك؟ لا أعرف ما السر الذي يمنعني من طردك من هذا المكان، ولكن سأطردك ذات يوم. هيا انزل إلى جحيمك واحضر فردة الحذاء إلى هنا. فردة حذاء نسائية، قط هرم، قبو مظلم. أقسم أن هنالك شيئا ما يدور في دهاليز هذا القبو المظلم. أي فلاح حقير قد اختار رأسي وراح يزرع فيه مزارع الفلفل الحاد، وآية بوصلة شمطاء حثت تعابين الليل على الزحف نحو أبرجتي. وأي شيء يفعله ابن قبو بفردة الحذاء النسائية. هيا اسرع أنت وفردة الحذاء إلى هنا. هل تسمعني؟ إني لا أرى شيئا. أخاف أن يكون ندائي هو أيضا لا يبصر شيئا في ظلمة هذا القبو. كلما نظرت إلى ظلمة هذا القبو أشعر كأنني أنظر إلى عين الأرملة العوراء. أرجوك يا سيدي، دع الحذاء ومن فيه. دع الحذاء واضرب بي بأي شيء تريده، فقط دع الحذاء أرجوك. سيموت الجنين، دعه يرى ظلام القبو. سأوجعك ضربا كما توجعني ألغازا وحيرة. كفى، لقد تحطم كل شيء. كفى يا سيدي، لقد مات. حسنا، في المرة القادمة سأحطم لك هذا الرأس وسأمزق الحذاء على جلدك. حطم رأسي، مزق الحذاء على جلدي، ولكن دع محاولاتي وشأنها. محاولاتي وشأنها. هيقرب عن وجهي لا بد. لا أريد رؤيتك. محروم أنت من وجبة العشاء، بل محروم من الطعام حتى يموء قطك الهرم. إنه لا يموء يا سيدي منذ 16 يوما وأكثر من نصف اليوم، وهو لا يموء، لكنه حرك رجله اليسرى. إذا كان يجب على أحد أن يموء فهو أنت، فلم لا تموء بدلا عنه. هيا انزل إلى قبوك ومؤ كما تشاء. اللعنة عليك يا ابن الخادمة، وعلى قبوك وقطك، اللعنة على الجميع. كيف حال سيدي؟ وكيف حال متجرك؟ وكيف حال أحذيتك النابضة بالحياة؟ أنا متأكدة أنها بخير. متجر جميل وخادم خاص بها. صحيح. أين هو؟ في القبو المظلم مع قطه الهرم، أليس كذلك؟ وما أخبار صديقي ابن القمر؟ وما أخبار سيدته العانس؟ ما زالوا أحياء ويتمتعون بصحة جيدة. إن الأحذية التي أعطيتني إياها سيئة، فقد بدأ الماء يتسرب إلى داخلها بسهولة كما يتسرب الظلام في عين هذه. كنت أنتقي لك أفضل ما عندي، لا ذنب لي في ذلك. لا يمكن للماء أن يتسرب إلى داخلها، إنها متينة جدا، إنها من الجلد الطبيعي. ولكن لماذا تسرب الماء إلى داخلها بهذه السهولة؟ ربما بسبب ركل الحجارة الصغيرة. ابني الأوسط يحب ركل الحجارة الصغيرة حبا غريبا. منذ يومين استطاع أن يركل 200 حجر صغير، أما أخوه الأصغر منه فقد استطاع أن يمشي لمسافة طويلة جدا وهو يركل الحجارة الصغيرة. استطاع أن يفعل ذلك ويداه بجيوبه هكذا.
كلهم يفعلون ذلك. ما عدا 2 منهم. أعرف ذلك، واحد منهم كسيح والآخر بلا حذاء. وكيف عرفت ذلك؟ أنا لم أخبرك بذلك. أنت قلت لي ذلك بصوت عال حتى إنه تسلل من ثقب باب هذه الغرفة إلى صمت القبو وظلمته. قلت ذلك بنشوة وفرح، ببعض الكلمات منقار يشبه منقار نقار الخشب. أنا لم أقل لك ذلك، ولكن ما تقوله صحيح. لدي ولد كسيح ولا أحد يعلم بذلك، حتى إخوته الأصغر منه لا يعلمون ذلك. كيف ذلك؟ أقوم بإنزال الطعام إليهم مرة باليوم على ضوء شمعة. هو يكره الضوء كثيرا. وهل يعيش معه قط هرم مثل القط الذي يعيش مع ابن القبو؟ وهل لاحظت وجود فردة حذاء نسائية حوله؟ أما الآخر فهو بلا حذاء. هو أيضا يحب ركل الحجارة الصغيرة. منذ أيام قليلة سرق حذاء أخي وخرج إلى البيت، وحين عاد كان يلهث من الفرح. أخبرني أنه استطاع أن يأكل 131 حسنا صغيرا. استطاع أن يفعل ذلك على الرغم من أن الحذاء كان كبيرا على قدميه. الفرق بسيط جدا. لو كنت مكانه لركلت 1000 حجر. قلت لك أن الحذاء كبير على قدميه. حسنا سأختار له حذاء على مقاس قدميه، حذاء يستطيع أن يركل به أكثر من 1000 حجر. ما أخبار سيدة العانس؟ لم أعد أراها. وخادمه ابن القمل؟ كلما أتى هنا أطرده. ولما يأتي؟ كي يرى صديقه ابن القبو. سمعت أنه يأتي لغرض آخر. ماذا تقصدين؟ قلت لك لم أعد أرى سيدته العانس. إنها امرأة مجنونة، إنها امرأة لم تعد تطاق. انظري، إنه حذاء متين. لا بأس به. إنها صدمة أنيقة تبحث عن الإحساس تبحث عن الإحساس به ماذا؟ لا أعرف بالضبط، ولكن قلت لي إن السيدة العانس لم تعد تطاق. أكثر مما تتصورين. أكثر من تلك الخادمة؟ أي خادمة؟ تلك التي تركت لك أمانة في القبو قبل أن تهجرك. القبو؟ أي فلاح القبو؟ أي فلاح حقير قد اختار رأسي وراح يزرع فيه مزارع الفلفل الحاد. وآية بوصلة شمطاء حتى الساعة من الليل على الزحف في أوردتك. لماذا تصرين على إشعالي يا امرأة؟ كي تتبعك سيد العانس. هي مشغولة الآن بإطفاء القبطان. القبطان؟ ذات مرة راحت تهذي بقبطان يسكن في الظلمة، تقول إنه كالشال الحريري، تطويه كما تشاء، مرة تطويه طولا ومرة تطويه عرضا، وتقول إن له صوتا جميلا. ألم تشتق لعيني؟ انظر إليها جيدا، الحقيقة تكمن بداخلها. هيا اقترب وانظر في قبوها. كفى أيتها المجنونة. سيدي، ما بك أيها النكرة؟ هيا اقترب وقل ماذا تريد، بل قل ماذا تريد وأنت في مكانك. لا تقترب ولا تحك رأسك كي لا يتساقط القمل من رأس كنة على أرض متجري. سيدتي أرسلتني إليك وقالت لي أن أقول لك ما قالته لي. وماذا قالت لك سيدتك العارس؟ هل وجدت عريسا لها أم ماذا؟ قالت لي أن أقول لك ما قالت لي. قالت إنه أمر مسلي وممتع معا. وما هو الأمر المسلي والممتع معا؟ وهل هنالك أمر مسلي وممتع أكثر من القمل الذي يسكن رأسك؟ نعم يا سيدي، ربما هذا ما قالته لي سيدتي. وقالت لي أيضا إني نكرة، وصرخت في وجهي وأمرتني أن أدفع لأخبرك ما قالته لي. ماذا قالت لك قبل أن تقول لي ذلك، تقول لك إنك نكرة؟ نعم، قالت لي كلاما كثيرا لم أحفظ منه إلا الشتائم والمسبات. إني أحفظها بشكل جيد، أحفظها غيبا. وقالت لي أيضا، قالت لي بأني وزن زائد على ظهر الأرض. والأرض سفينة في بحر متلاطم، سفينة ستغرق ما لم يتم التخفيف من حمولتها. لست ثقيلا. انظري يا سيدتي، أشعر إني بلا وزن، وإن لزم الأمر بتخفيف حمولة السفينة سألقي بملابسي وأقف عاريا كي لا تغرق السفينة. لا أريد أن أكون سبب غرق السفينة،
لا أريد لأحد أن يموت، لا أريد أن تموت سيدتي، إني أحبها كثيرا، وأحبك أنت يا سيدتي، وأنت يا سيدي، أحب كل شيء، وأحب صديقي ابن القب، أحبه كثيرا، وأحب ذلك الولد الذي لمحته منذ أيام وهو يركل الحجارة الصغيرة، كان يفعل ذلك ويداه بجيوبه. إنه ولدي، استطاع أن يركل 131 حجرا صغيرا وبحذاء يا أخي. وماذا تحب أيضا؟ وأحب أن أتذكره ما قالته لي سيدتي كي يقوله لك، قالت إنه أمر مسل وممتع معا. تبا لك، هيا اقرب عن وجهي أيها الوزن الزائد. أرجوك يا سيدي، أريد أن ألقي التحية على الصديق ابن القب، اشتقت إليه كثيرا. انظر يا سيدي، اشتهيتها له، يقال إنها طيبة المذاق، إنها طيبة المذاق، أليس كذلك يا سيدي؟ ليس كثيرا. أرجو المعذرة يا سيدي، كنت أتمنى أن تكون طيبة المذاق. لانصرافك مذاق طيب، هيا انصرف. أريد أن أرى صديقي ابن القبو، أريد 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 أن أتقيأ من شدة الشوق إليه. سأدعك تراه حين يموقته الهرم. أرجو منك يا سيدي أن تقول له إني أريده في أمر أمر كئيب ومحزن معا. لو كان يملك حذاء على مقاس قدميه لاستطاع أن يأكل 1000 حجر، بل 2000، بل أكثر، ولاستطاع أن يأكل رؤوسنا ومؤخراتنا. إلى أين؟ سأسبقك إلى البيت، لا تتأخر. حسنا، سأتبعك حالا. بعدد الشموع المحترقة انتظر. أنت لا تفعل ذلك، أنت فقط تشعل الشموع وتحرق الوجوه. أحرقني، أشعلني، أحرق نصف وجهي الآخر، بعدد الشموع والمرايا، بعدد الأساور والخطايا، بعدد طرقات الباب، بعدد طرقات الباب. أحرقني، أشعلني. أين أضعه؟ وما رأيك أنت؟ في غرفة النوم كالعادة. في أي مكان تريد. حسنا، في غرفة النوم كالعادة. أضعه على يمين السرير أم على يساره؟ في أي جهة لا مشكلة، في أي مكان ما عدا القبو. القبو لي أنا وحدي، حديقة الغناء، بلبل الكسيح يغرد فيها أرقاما. القبو والكسيح وقميص الأزرق بينهما يرقص ساعة في الأسبوع. آتي إليك أم أبقى أم ماذا؟ أفعل ما يجب أن تفعله الخليلات يا خليلتي الجميلة. ماذا يعني؟ تعالي إلي هنا وسليني. أين؟ هنا يا غبي. أرجوك لا تغضبي، الغضب يفسد عليك متعة الدندنة التي تدندنينها، صوتك جميل جدا. ليس أجمل من صوت الكسيح. الكسيح؟ نعم، هو الكسيح صوته جميل ومغر أيضا، لصوته قدرة على أن يجعل كل المنازل تتساقط في القبر. في أي مكان تريد. حسنا، في غرفة النوم كالعادة. أضعه على يمين السرير أم على يساره؟ في أي جهة لا مشكلة، في أي مكان ما عدا القبو. القبو لي أنا وحدي، حديقة الغناء، بلبل الكسيح يغرد فيها أرقاما، وقميص نوم الأزرق يغرد له ساعة في الأسبوع. القبو والكسيح وقميص الأزرق بينهما يرقص ساعة في الأسبوع. آتي إليك أم أبقى أم ماذا؟ افعل ما يجب أن تفعله الخليلات يا خليلتي الجميلة. ماذا يعني؟ تعالي إلي هنا وسليني. أين؟ هنا يا غبي.
أرجوك لا تغضبي. الغضب يفسد عليك متعة الدندنة التي تدندنينها. صوتك جميل جدا. ليس أجمل من صوت الكسيح. كسيح؟ نعم، هو الكسيح. صوته جميل ومغر أيضا. لصوته قدرة على أن يجعل كل المنازل تتساقط في القبو. كسيح كسيح. ابن الأرملة العوراء. تبا لك، كيف تجرأت على ذكر اسمها في حضرتي؟ ألا تعلم أني أمقت هذه المرأة وأكرهها؟ لا بأس، عليها هن الحموات هكذا، دائما يكرهن الجميلات اللواتي يسرقن أولادهن. نعم، هكذا هن الحموات دائما. هل أغضبك إذن؟ قلت إني لا أفهم شيئا. على العكس تماما. جميل أنك لا تفهم أنها نعمة من السماء، والسماء لا تعطي هذه النعمة لأي كان. ليتني مثلك. نعم، إنها امرأة سيئة وقذرة، ولها عين أكثر رعبا من القمل الذي برأسي. من؟ الأرملة العوراء. ولصة أيضا. لقد سرقت مقتنيات مني. صحيح أنها مقتنيات تافهة، إلى أنها كانت تملأ علي الفراغ الذي أنا فيه، وآخر ما سرقت مني هو لبعتي، كله بسببها. لقد أخذته مني. كان يفي بالغرض على الرغم من أنه لم يكن مثل أولئك الذين رحلوا. كنت شابة آنذاك. كان الشباب يغلي في داخلي وينتجر حمما تذيب كل من حولي. لقد سرقت أتفه ما بقي لدي. من؟ صاحب المتجر. تبا لك. هيا اغرب عن وجهي، لا أريد رؤيتك. هيا إلى حظيرتك. سيدتي. سيدتي. هيا وإلا حرمتك الخروج طيلة حياتك، وأنت تعلم أنه ما من أحد يؤويك بسبب القمل الذي في رأسك، وأنت تعلم أنه مرض عضال، وأنا الوحيدة من يؤويك. خليلتي، هيا اجلسي وقولي لي لماذا لم يأتي صاحب متجر الأحذية؟ طردني وقال لي لخروجك مذاق أطيب من مذاق هذه التفاحة، وحرمني من رؤية صديقي ابن القبو. إن طرد رسولي هو بمثابة طردي أنا. وماذا كان يفعل؟ كان يقلم التفاحة التي قال إنها ليست طيبة المذاق. قبل ذلك يا أبله ماذا كان يفعل؟ لم أكن موجودا. نفذ صبري. وبعد أن قضم التفاحة اللعينة ماذا كان يفعل؟ طردني. أبله. ابن القمل. ابن القمل. من كان عنده؟ صديقي ابن القبو. لم أره. لقد كان في القبو. كم كنت متلهفا لرؤيته. كانوا يتحدثون عن سفينة ستغرق. من هم؟ هو مبايع الأحذية الجوال. والأرملة العوراء؟ نعم، هي بعينها. إذا هو ذلك. إنه صراع قديم. إلى أين تريد أن تصل هذه المرأة اللعينة؟ إنها تجهل أني أثأر منها ساعة في الأسبوع دون أن تدري. كم أنا طاغية العقل والجمال. كل نسائي كنا يمتن غيرة مني. هذه هي ضريبة جمالي. كنا ولا يزلن يفعلن هذا بي فقط لأني امرأة جميلة. فقط لأني جميلة. انظر، ألست جميلة؟ هيا قل بكل حرية، لن أغضب منك. جدا جدا يا سيدتي، جميلة حقا، وشعرك خالي من القمل. أحسدك على ذلك. لكن السماء رحيمة أكثر مما تتخيل الأرملة العوراء. هي لا تعرف ذلك، فليمضيا إلى الجحيم، هي وصاحب المتجر. تعال إلى هنا يا بني، يا طفلي الصغير، يا ولدي، هنا بجانبي على الأريكة. صغيري العزيز، احذر أن تتركني، فأنا أمك التي تحبك. هيا قبل جبين أمك واطلب رضاها. أنت ابن بار بني، ها قد أصبحت شابا، وصار يجب أن أخبرك إني
إني تزوجت. نعم تزوجت. ستفرح كثيرا. إنه شاب مثلك ولديه سفينة رائعة، سفينة بعجلتين كبيرتين. زوجي قبطان سفينة، ليست كتلك السفينة التي تحدثت عنها العوراء. سيكون صديقا حميما لك. سنصبح ثلاثة، أنا وزوجك وابن القبو. نعم ثلاثة. أوه، كنت أن أنساه. ولماذا لا يأتي زوجك إلى هنا كي أراه وأقوم على خدمتكما؟ أنا الذي أذهب إليه ساعة في الأسبوع فقط. هو لا يستطيع المجيء ولا يستطيع الصعود. هو يكره النور، يحب الظلام، وأنا كذلك. بدأت أحب الظلام وبدأت أكره ظهر الأرض. له صوت جميل. اليوم كنت عنده، لم نتحدث فقط، كان يغني وهو جالس على كرسي بعجلتين، وكنت أنا جالسة عند قدميه، ويداه كانتا مجداثين بشعري. إنه قبطان حقيقي، أنا لا أبالغ. استمتعت كثيرا بأغنيته. كم كانت رائعة. أنا سعيد بذلك، وسننجب أطفالا، لكن ليس هنا. أين؟ في الأسفل. هنا في الأسفل. وما دخلك أنت أيتها الخادمة اللعينة؟ هيا اغربي عن وجهي واجلبي لي فنجانا من القهوة. هيا قف. لا يليق بالزوج أن يصنع قهوة لزوجته. تعال هنا واجلس يا زوجي العزيز. زوجي حبيبي يا صاحب الذوق الرفيع. وكيف لا يكون ذوقك رفيعا وقد اخترتني من بين كل نساء هذا الكوكب؟ أنت رجل قد وضعت السماء عليه علامة فارقة. صحيح أن القمل مرض يثير الرعب، لكن لا مشكلة لدي. لو أنك اخترت غيري لكانت حياتك جحيم بسبب القمل الذي برأسك. إن النساء يقفن الرجال الذين يسكن القمل رؤوسهم. فاحذر أن تتركني في يوم ما. هيا زوجي الرؤوف، اطلب الرضا من زوجتك المكرمة بذوقك الرفيع. زوج مطيع وأليف. أستأذنك يا حبيبي في الذهاب إلى المطبخ. أريد أن أصنع لك فنجانا من القهوة. عفوك سيدتي، أنا سأفعل ذلك. لا، هذا لا يليق بزوجي، بثور الهائج صاحب الذوق الرفيع. لا أريد أن أكون ذورا. الثور كبير وثقيل أيضا، سيجعلها تغرق. من؟ السفينة. السفينة. نعم ستغرق، لكن ليس في قاع البحر، ستغرق في القبو حيث الظلام. القبو. في هذا المنزل يوجد قبو، وليس بوسعي أن أمتلك أي شجاعة لدخوله. سيدتي ستغضب مني لو فعلت ذلك. لو أستطيع الدخول إليه لأصبحت مثل صديقي ابن القبو، لكن ليس بوسعي أن أخلع قفل الباب القبو. وقبل ذلك ليس بوسعي أن أخلع قفل باب صدري. أنا جبان. أريد أن أفعل شيئا يكسر كل أقفال الأبواب الموصلة، لكن القمل الذي برأسي يمنعني عن التفكير. نعم، القمل يمنعني عن التفكير. صنعت لك فنجان قهوة يليق بذوق زوجي العزيز. عفوك سيدتي، لكن أين وصلنا بالحديث؟ هيا تذكر، إني أختبر ذاكرة زوجي. هيا لا تفشل. كنت تتحدثين عن شيء له علاقة بخلع أقفال الأبواب، وعن الشجاعة، وعن شيء له علاقة بابن القبر. بالضبط، تماما. نعم، هو ذلك يا زوجي العزيز. تعال واجلس هنا بقربي. نعم، كنت أريد أن أحدثك عن القبر. زوجي الغالي، بعلي الوديع، ديك الأرعن. أريد أن أطلعك على أمر، فلا يليق بي أن أكتم عن زوجي أمرا ما. قد أصبحت رجلا، وسيجب أن أخبرك. أنا خائفة منك، ولكن الذي حدث قد حدث. ما هو؟ لقد أخفيت عليك أمرا. أنا أستجمع قواي الخائرة لكن دون جدوى. زوجي هب لي نسمة قوة ونسمتي جرأة. لقد أخفيت عليك أمرا في الحقيقة. إنه لي ابن ولم أخبرك بذلك. اعلم أن الأمر سيغضبك، ولكن لن تغضب.
حين تعلم أنه صاحب صوت جميل. اليوم كنت عنده، لم نتحدث، كان يغني فقط. كان يجلس على سفينة بعجلتين، وكنت جالسة عند قدميه ويداه تجدفان بشعري. استمتعت كثيرا بأغنيته. كم كانت رائعة. أنا سعيد بذلك وسأزوجه. جميل. متى ذلك؟ سيكون رائعا ذلك. سيتوهج المنزل لقدومه. ليس هنا يا زوجي العزيز. أين؟ في الأسفل. أين في الأسفل؟ وما دخلك أنت أيتها الخادمة اللعينة؟ هيا اغربي عن وجهي واجلبي لي كأسا من الماء. الأرملة العوراء. كم أكرهك. سلبتني أتفه ما أملك. تافه كأحذية متجره. تبا لهم جميعا. هم لا يفقهون شيئا عن علم الجمال، ولا يدركون ألوان الفراشات التي تتطاير بداخلي صعودا ونزولا. تفضلي سيدتي. ومن قال لك أني عطشة؟ أنت طلبت مني أن أحضر لك كأس ماء. أنا لم أطلب. عفوك سيدتي. أبله. بلهاء. هيا اشرب. لست عطشان، لقد شربت 6 كؤوس في الداخل. 6؟ نعم 6. وحدك استطعت فعل ذلك؟ أجل. وكيف لك أن تشرب الماء دون أن تستأذني؟ ألا تقدس النساء جميلات أمثالي وتستأذنهن؟ ليست 6 كؤوس بالضبط، إنها 3 فقط. 3 وليس 6 إذن. حسنا، كان عليك أن تشرب 6 كؤوس يا أبله. هيا اشرب 6 كؤوس كما ادعيت، وعقوبة لكذبك سيتضاعف العدد إلى 12 كأسا. على عدد شهور السنة؟ 12 كأسا؟ على عدد شهور السنة. لكن السنة طويلة. حفظك سيدتي. غبي. أبله. هيا وإلا طردتك، وأنت تعلم أن الناس يتقززون منك ومن مرضك المميت. نعم، مرضي خطير ومدمر. نعم، هو ذلك مرض معدن ومميت، وأنا الوحيدة التي رق قلبها لك وأوتك، فاحذر. قلب رقيق يلفه جسد جميل، يبعث على تساقط النجوم نجمة. حسنا، صاحبة قلب رقيق. نجمة. هيا اذهب واحضر كأسا أخرى واشربها أمامي، وستشرب 12 كأسا. عفوك سيدتي، لا أستطيع ذلك. ثم تذكرت الآن إني جائع، لم آكل بعد. هذا أجمل. هيا افعل ذلك تقديرا لعلم الجمال والجميلات. أنت جميلة يا سيدتي، أقسم لك إني لا أجامل. من قال لك أني أريد رأيا من خادمة وضيعة لا تجيد أن تفعل ما أرغب به؟ هيا اغرب عن وجهي وافعل ما أمرتك به. أمرك مولاتي الجميلة. بدأ يتذوق الجمال وعلم الجمال، لكن ما جدوى ذلك طالما أنه لا يوجد تسول أمام أبواب الجمال. على عكس ابن الأرملة العوراء، صحيح أنه كسيح وأنه لا يقدر علم الجمال، إلا أنه يجيد فعل ما أرغب به ورغما عن أنفه. ففي الظلام سهل على الإنسان أن ينكر ما فعل. ما أجمل الخطايا في الظلام. أين أنت يا خليلتي؟ لقد نفد صبري، مللت مجالسة خواطري. تعالي واقطعي خلوتي بسكين وجودك معي. 12 كأسا، أقسم إنك جميلة. أنت خادمة المطيعة. كفى هذا. إني ثملة ومتعبة ولا يليق هذا بالجميلات. أشعر أني بحاجة للنوم. خادمتي، هيا اتبعيني إلى غرفة النوم ودلكي لي ظهري وقدمي. أمر مولاتي، أقسم إنك جميلة جدا. لم أكن أعرف أن للماء سرا عظيما بهذا الشكل. أعيدي ما قلت. أقسم إني جميلة. أقسم إنك جميلة جدا. هذا رائع. كنت أن أنسى. سأغلق الباب بالمفتاح. لماذا ذلك؟ بعد قليل تعرف. وكذلك سأغلق باب الحمام. أنت محروم من التبول. للماء فعل كفعل الخمرة، تجعل الناس ينطقون بالحقيقة دون تكلف. أريدك أن تبقى مخمورا لأطول وقت ممكن، ودع الماء يجري بحرية، فبعد قليل تبدأ تتسول على باب غرفتي. ولكن يا سيدتي، هذا الأمر يسبب لي. كفى انتهى الأمر. هن الجميلات هكذا، لا يرحمن أحدا، ولا يمكن أن يكون الجمال جمالا ما لم يكن له ضحاياه.
هيا اتبعيني يا خليلتي، ولا تنسي أن تحضر البروكة التي على الطاولة. خليلتي خليلتي، إني أحضر البروكة. هيا تعالي، إني قادم. الآن فقط أسمع صوت الصمت القادم من بعيد، فقط أحتاج إلى كثير من الظلام مع هذا الصمت كي أشعر وكأني بمسقط رأسي. القبو من سينقلب إلى عالم حقيقي، فقط نحتاج إلى بعض الوقت وسيصبح القبو مكتظا بالكائنات الجديدة. الكسيح ابن الأرملة العوراء. نعم، ما به؟ رأيته في طريقي إليك، وقفت معه قليلا، كان حزينا. أعلم ذلك، إنه يجيد العد جيدا. ألقيت عليه التحية أكثر من مرة ولم يرد علي، كان يعد فقط. كان عده يشبه الأغنية الحزينة، شيء مدهش. وصل العد 131 ثم توقف فجأة. وحين تركته ليتابع طريقي المظلم إليك، راح يعيد الأغنية ذاتها وبلحن أكثر حزنا وأكثر سرعة. هكذا: 1 2 3 4، يجلس 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. كفى العد طويل جدا، نحتاج إلى حذاء على مقاس قدمينا كي نصل إليه. وأنا لا أجيد العد كثيرا سيدتي، لم تعلمني العد ولن تعلمني. ولكن ماذا كان يعد؟ أعتقد أنه كان يعد القمل الموجود برأسه، فله شعر طويل وذقن كثيفة. أنا حزين عليه، ليس بوسعه أن يتخلص من هذا العدد الكبير من القمل. أنا متأكد أنه لا يوجد في رأسي سوى 3 قملات، ولكن أخشى أن تكون إحدى هذه القملات ذكرا. لا أريد لهذه القبلات أن تتكاثر فوق رأسي، أعتقد إنها قملات إناث. لو كان غير ذلك لتكاثرت منذ زمن طويل، ولا أصبح رأسي يضج بالقمل. ومن قال لك في رأسك 3 قملات وإناث بالتحديد؟ سيدتي، هي أكدت لي إن في رأسي 3 قملات وعانسات أيضا. 3 قملات عانسات؟ وكيف علمت ذلك؟ سيدتي تعرف كل شيء، هي قالت لي ذلك وطلبت مني أن أظل دوما أحك رأسي أمام الناس، وأنا منذ زمن طويل أحك رأسي. كلهم ينفرون مني، وحدها سيدتي التي لا تنفر مني رغم القملات ال3 الموجودة في رأسي. أنا لا أستطيع الابتعاد عنها رغم كل ما تفعله بي من قسوة. أشعر أن هناك شيئا ما يجعلني أسير لديها، لا أعرف ما السر في ذلك. السر في القمل. ماذا تقصد؟ القمل في داخل رأسك وليس على سطحه. وكيف لي أن أخرجها؟ سأعلمك ذلك. حين تنزل معي إلى القبو أعيدك بأن القط سيموء وسيمتلئ القبو بكائنات جديدة. أنا لا أفهم شيئا، كل الذي أعرفه إنها كانت أغنية حزينة. علينا أولا أن نجد فردة حذاء نسائية لنكمل ما قد بدأناه. إذا سأغسل رأسي جيدا، سأغسله 3 مرات بعدد القملات التي تسكن رأسي. وسنستخدم قطعا من ملابسي، الأجنة تحتاج لدفء شديد كي تنمو. بس سأغسله أكثر من 3 مرات، سأغسله بعدد أرقام أغنية الكثير. سنحاول ونحاول أن نمتلئ القبو بالبيض، بالأجنة، بالكائنات الجديدة. سأحاول وأحاول أن أتخلص من القمل، وإذا استطاع الأمر سنضاعف المحاولات. إذا استطاع الأمر سأحلق شعري، بل سأنتزعه من منبته كما أنتزع الشعر ساقي. سيدتي، أنا أجيد هذا جيدا، هي تطلب مني أن أفعل لها ذلك، لدرجة أني أصبحت أريد نزعة شعري بأظافري وبدون ملقط. في ليلة الأمس انتزعت، لا أعرف بالعدد بالضبط، فأنا أجهل الأعداد الكبيرة، ولكنه عدد كبير، ربما كان بحجم أعداد أغنية كثيرة. هناك حبل متين جدا، طرفه الأول يغوص في رأسك كمرساة، والطرف الآخر مربوط بساق سيدتك العانس. ولكنها الوحيدة التي لا تنفر مني. في القبو لن تجد أحدا ينفر منك. أرجوك، لم أعد أحتمل، أشعر أنني بلا رأس، أشعر أنني ميت. أرجوك أقص علي قصة مفرحة كي أخرج من هذا التعب المطلق. لا،
القصة ستكون طويلة، سوف ترهقني، فأنا تعبت من الإصغاء. في كل يوم تتمدد سيدتي وأجلس بقرب رجليها لأنزع شعرا من ساقيها، وبينما أنا أفعل ذلك تبدأ سيدتي تقص علي قصة طويلة. كانت تقول كلاما مبهما لا أفهم منه شيئا، وكان علي أن أصغي لها. تعب تعبت من الإصغاء لقصصها لدرجة إني أنام وعيناي مفتوحتان. تعب عضلات وجهي وأنا أعبر عما تقصه بوجهي كي أثبت لها إني أجيد الإصغاء. وهل كانت تستمتع بذلك؟ من؟ سيدتك العانس. لا أجرؤ على أن أسألها، ولكن كنت ألاحظ علامات غريبة ترتسم على وجهها حين أفعل لها ذلك. أرجوك، أنا متعب، أحكي لي نكتة. 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 اسمع. أراد شخص أن يركل حجارة ظهر الأرض بكاملها، لكنه تذكر أنه كسيح. إن نكتة حزينة ذكرتني بالحبل المتين والمرساة التي في رأسي. حبلي يشبه حبل هذا الكسيح. القمل والكساح سيئان. أرجوك، أحكي لي نكتة غيرها. ولماذا؟ أريد أن أضحك قليلا. ولماذا تريد أن تضحك؟ لا أعرف. رائحة الفناء بدأت تزداد، وسيدي قتل لي جنينا بكل قسوة. وسيدتي تطلب مني أن أحك رأسي بكلتا يدي وبسرعة جنونية، فأبدو أمامها وكأنني أرقص هكذا. أنا لا أريد الرقص، فلم يسبق لي أن رقصت. كانت تستمتع بذلك. كنت حينها أشعر بالدوار، ولكنني أكون سعيدا لأنني أجعلها تضحك. لن تشعر بالدوار في القبو أبدا. لنودع هذا المكان. أنا كذلك بدأت أشتم رائحة الفناء. هل ستعود إلى سيدتك العانس؟ لا، أريد أن أتخلص من القمل. ولكن لم تقل لي كيف دخلت إلى هنا. من القبل. أعرف، ولكن كيف؟ منذ زمن طويل. أذكر أن سيدتي أمرتني أن لا أفتح ذلك الباب الخشبي الصغير. قالت لي إنه باب مشؤوم، وإن فتحته ستحل عليك اللعنة. ومنذ ذلك اليوم كان هناك شيء ما يدفعني لمعرفة ماذا يكمن خلف الباب. في هذا اليوم شعرت أن القمل يتحرك في رأسي على غير عادته، ودون أن أدري دفعت الباب بقوة. في بداية الأمر لم أرى سوى الظلام، حتى أني اعتقدت أنه حائط أسود وراء الباب. مددت رجلي فأدركت أنه درج يهبط نحو الأسفل. لم أستطع التراجع، فما حدث كان قد حدث. أشعلت شمعة ونزلت. لم أكن أتوقع أنه يكون قبوا، ولم أتوقع أن يكون كبيرا ومتشعبا بهذا الشكل. وبينما كنت أسير سمعت أنينا لا أعرف من أين مصدره، وبقيت أسير بهدوء وخوف إلى أن التقيت بالكثير. كان يغني أغنية حزينة. وهل تعرف الآن طريق العودة؟ لا أريد أن أعود، أريد أن أبقى معه. إذا لنودع ظهر الأرض. سأشتاق لسيدتي. القط الهرم سيفرح بك كثيرا، هو طيب القلب كثيرا. وهل هو قادر على المواء؟ سيموء، لا بد أن يموء. نعم، سيموء، ونحن سنموء معه. سيموء 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 سنموء سنموء معا. وداعا أيتها الأحذية. سنموء معا. وداعا أيها القمل.